هل ينفع الذكاء الاصطناعي مثلا يبقى طبيب نساء وتوليد؟ الطفل بيتعلم مواد كتير جدا في المدرسة، لكن هل بيتعلم ازاي يتعامل مع الذكاء الاصطناعي بشكل صح؟ هل الوقت جه بقى انه يدخل المدارس مادة او حصص مثلا مخصصة للذكاء الاصطناعي؟ كل الافكار دي بفكر فيها، بس مش علشان الاطفال يستخدموه بس، لكن عشان يفهموا حدوده ومخاطره وازاي يستفيدوا منه من غير ما يعتمدوا عليه بالكامل. يعني في المدارس مثلا هيجي يوم ما نحتاجش مدرس، الذكاء الاصطناعي هيشرح وهيعيد الشرح، لكن التعليم مش مجرد معلومات، لكن التعليم تربية وقدوة وإلهام مهم جدا. من 10 سنين لو حد قال لنا إن الكمبيوتر هيكتب مقالات ويرسم لوحات ويألف موسيقى كمان أو يعمل فيديوهات، كنا طبعا هنقول إن ده أكيد خيال علمي، لأنه ما كناش نتوقع اللي احنا فيه النهاردة بقى ده بقى واقع. السؤال بقى ما بقاش هل الذكاء الاصطناعي جاي، لا، السؤال لما يجي احنا هنبقى فين، مكاننا هيبقى فين؟ محدش عارف. مثلا ممكن الذكاء الاصطناعي الدكتور في كل التخصصات يبقى ليه بديل، مثلا روبوت. يعني دلوقتي فعلا في برامج بتقرا الاشاعات في بعض الحالات، واحيانا بتنافس اطباء متخصصين، وفي كمان انظمه بتساعد في تشخيص الامراض والتحاليل وبتقول لنا الدواء. هل ينفع الذكاء الاصطناعي مثلا يبقى طبيب نساء وتوليد؟ يعني هل نتخيل ندخل غرفة ولادة نلاقي اللي بيتابع الحالة روبوت؟ وهل الروبوت ده يقدر يقرر في ثواني مثلا لو شاف نزيف مفاجئ أو مضاعفات خطيرة هيقدر ياخد قرار، ولا احنا محتاجين إنسان يتحمل المسؤولية؟ بفكر مثلا هل طبيب الأسنان ممكن نستبدله بذكاء اصطناعي؟ وكمان انواع عمليات جراحيه دقيقه مثلا زي اللي بتتعمل في المخ. ازاي؟ يعني العقل برضو لسه محدود.